صبحكم الله بالخير من مطار الفجيرة الدولي. رسميا اليوم الأربعاء 12/7/2023 تقدر تسافر من مطار الفجيرة إلى 18 وجهة سياحية دولية عن طريق طيران السلام من اليوم. خلكم معاي وتابعوني للآخر، وإن شاء الله راح أنقل لكم الصورة بكل تفاصيلها: عدد الرحلات، تفاصيل الوجهات، الخدمات المتميزة اللي ستقدم للمسافرين من مطار الفجيرة. خلكم معاي للآخر. معاي سعادة إسماعيل محمد البلوشي، مدير عام مطار الفجيرة. سعادتك بس لو تعطينا تفاصيل الوجهات والرحلات. ونواف، اليوم نبارك لأنفسنا ونبارك للجميع بتدشين رحلات طيران السلام من مطار الفجيرة وعبر مطار مسقط الدولي إلى 18 وجهة مختلفة حول العالم. اليوم احنا نتكلم عن بعض الوجهات اللي هي بنواف عندنا في دولة الإمارات، محبوبة لعشاق السفر والسياحة، منها جمهورية تايلاند، بانكوك، بوكيت، ماليزيا، كوالالمبور، تركيا. هذه كلها إن شاء الله راح تكون من ضمن الوجهات. سعادتك شو الخدمات المقدمة للمسافرين من مطار الفجيرة؟ اليوم أنا ودي أسألك أنت السؤال. أنت تجربتك كمسافر من وصولك، من مغادرتك للبيت لوصولك للمطار، وفرنا لك باركن مجاني وسرعة الإجراء، أنت شو رأيك فيها؟ باركن مجاني، سهولة الإجراءات وسرعتها، هذا كل حد يتمناه، خصوصا المواقف. زائد إذا تبغينا نتكلم عن المبنى. مبنى مطار معد بأفضل الخدمات. عندنا ديوتي فري، عندنا الكوفي اللي موجودة هناك، المطعم. اليوم احنا ما نبغي المسافر ينتظر في المطار 4 ساعات للرحلة. اليوم التجربة الفريدة واللي راح نمتاز فيها في مطار الفجيرة، نبغي المسافر قبل الرحلة يجي المطار ب 45 دقيقة ويخلص إجراءات. ممتاز. الكل يسأل سعادتك، في رحلات مباشرة من مطار الفجيرة إلى الوجهات 18 ولا عن طريق مطار مسقط؟ شوف، اليوم كل الوجهات عبر مطار مسقط الدولي. في بعض الرحلات الانتظار، فترة الانتظار ساعة ونص في مطار مسقط، لكن هذا كله راح يعتمد على إقبال المسافرين. كل ما زاد الإقبال، الشركة أكيد كونها شركة تجارية راح تزيد من وجهاتها. الشركة على فكرة أبو نواف تسير ل 40 وجهة مختلفة حول العالم. شكرا سعادتك. الله يوفقك. الله يحفظك. حاليا الكل مترقب وصول الطائرة. وصلت الطيارة، طيران السلام من مطار مسقط الدولي. ورشة الماي هذه تحية للطيارة، هاي معروفة في عالم الطيران المدني، سلوت. فالكل يصور والكل قاعد يغطي، ما شاء الله، من المدراء من الناس، ما شاء الله. هذا تدشين لطيران السلام من مطار الفجيرة الدولي. إن شاء الله بداية طيبة، نسأل الله التوفيق والتيسير.